اهلا وسهلا بحضراتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو من فضلك اشترك في القناة. واللي قدام حضراتكم ده جنرال الاعلام الرياضي في مصر كابتن مدحت شلبي، واللي رأيه ليه تأثير كبير قوي على عدد كبير من السادة المشاهدين. اللي نفسي اسألهم سؤال: هو كابتن مدحت شلبي محتاج انه يعلق على مباراة زي دي، وخصوصا بعد ما النادي الاهلي حسم بطولة الدوري وتعتبر المباراة ليس لها اي اهمية؟ اجاوب انا بالنيابه عن حضراتكم واقول لكم طبعا محتاج، لان كابتن مدحت شلبي معاه ملف هو اثاره الفتنه بين جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بسبب موضوع انتقال عبد الله السعيد، او ان النادي الاهلي ترك وباع عبد الله السعيد. نفسه ان عبد الله السعيد يعمل تمريره واسيست يجي منه جون، ويا حبذا بقى لو عبد الله السعيد جاب الجون بنفسه، هيسيب الماتش كله ويقعد يغني في موضوع عبد الله السعيد ده ساعة ساعتين زي ما انتوا حضراتكم هتتفرجوا وتشاهدوا. وهو اصلا سبب ازمة ان مفيش معلقين يظهروا عشان الفرصة اللي زي دي يطلع هو او كابتن احمد شوبير. واللي بنشوفه على قدام حضراتكم ده كابتن عبد الله السعيد، اللي بنشوفه بيلعب بطريقة يعني حماسيه، وما اقدرش اقول حماسيه، اقول طريقه فيها غل زياده ضد لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي. بس انا عايز اطمن جمهور النادي الاهلي بحاجه، عايز اوريكم ادي الشخصيه اللي الناس كلها بتقول عليها لعيب ولعيب كبير. ولما النادي الاهلي باعه وسابه، بصوا التاثير عليه عامل ازاي، بصوا التاثير وغله ضد النادي الاهلي عامل ازاي. لان النادي الاهلي نادي كبير، واللي يخرج من النادي الاهلي بيعتبر نفسه خرج من جنة كرة القدم. والكلام ينطبق على محمد فاروق اللي بيلعب بنفس الطريقة ونفس الحماسة الزائدة اللي توصل لدرجة الخشونة والتعمد الخشونة وإيذاء لعيبة زمايله، أو كانوا في يوم زمايله بيسموها إيذاء الخصم. وما بنشوفش محمد فاروق ولا عبد الله السعيد اللي بيلعبوا بالشوكة والسكينة في جميع المباريات السابقة ومع جميع الفرق اللي بتقابلهم، ما بشوفهمش بيلعبوا بالطريقه اللي هم بيلعبوا بيها دي، وتعمد ايذاء لاعبي النادي الاهلي وهم عارفين ان هم داخلين على بطوله مهمه، ونفسهم ان هم يسيبوا النادي الاهلي ويحرموا النادي الاهلي.